الساعة 2 بالليل يا جماعة واحنا داخلين على عيد كبير، فأكيد اللي هلاقيه في التلاجة هيبقى مختلف عن أي يوم تاني. وفعلا أنا لقيت قطعة ستيك كبيرة جدا زي ما انتوا شايفين، انا مش عارفه هي القطعيه بتاعتها ايه بالظبط، بس انا جبت شويه ملح صغيرين كده وشويه فلفل اسود، وابتديت بقى ان انا اوزع الكلام ده كله على اللحمه واعمل لها مساج في الخفيف منه كده عشان تدلعني. وانا اول ما شفتها في التلاجة عجبتني قوي، لان انا بحب اللحمه يبقى فيها دهون كده وفيها عظمه من النص. هي تقريبا ميكس بين قطعتين لحمه تندرلوين وحاجه تانية، بس انا مش فاكره بصراحه. المهم يعني بعد ما تبلتها بشويه ملح وفلفل اسود بس، ودي البهارات اللي هستخدمها مع اللحمه، مش هستخدم اي بهارات تاني. جبت بقى طاسه فيها حته زبده، ولما سخنت جدا نزلت باللحمه. واهم حاجه الطاسه تبقى سخنه جدا جدا عشان اللحمه اول ما تنزل تاخد صدمه زي ما انتوا شايفين وما تنزلش اي ميه. وبعدين هبتدي انكه اللحمه بقى، فنزلت شويه من الثوم وكمان روزماري. وانا كان نفسي قوي اعمل الحركه بتاعه الزبده واحطها على اللحمه وكده، عايزه اقول لكم احساس حلو قوي، وريحه اللحمه كانت تحفه. المهم يا جماعه جبتها يمين وشمال وشمال ويمين لحد ما جبت طريقه التسويه اللي انا بحبها. وانا ما بحبش اللحمه مستويه خالص، يعني يا دوبك كده 3 دقايق هنا 3 دقايق هنا وبس. على انتوا تحسوها محروقه، بس لا يا جماعه، ده بس عشان كنت معليه النار. بس بصوا لما هقطعها من جوه شكلها يبقى عامل ازاي. وفي الاخر جبت لي حاجه بقى اشربها جنب اللحمه، وعايزه اقول لكم ان اللحمه دي ما بيتعملش جنبها ولا بطاطس ولا رز ولا الكلام ده، يا دوبك حاجه نشربها وبس على كده، ونستمتع بقى بحته اللحمه اللي كانت زي القمر. وعايزه اقول لكم ان انا مبسوطه من نفسي قوي، لاني اول مره اوصل لدرجه التسويه اللي انا بحبها، وحقيقي كانت تجنن.